السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم وصفات معي سهلة وسريعة مع كوكي ماناسان. اليوم حنقدم لكم سابلي بريستيج بالليمون بكريمة روعة روعة روعة. صدقوني حتجي بزاف بنينة، جربوها ورجعوا لي بالخبر. واش عندي هنايا؟ عندي 250 غرام تاع زبدة تكون طارية و3 ملاعق تاع سكر ناعم. عندي حبة بيض كاملة وصفار حبة بيض، ونزيد حندير لكم هاد يعني بذور الخشخاش. صدقوني يدو قرف 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 بنان في الصابلي، عبا كي تاكلوا الحبة تحسوهم وكأنهم يترتقوا في فمكم. درت ملعقة تاع لافاني، وزيد درت يعني لاغوم تاع القارص. صدقوني هادوما البذور الخشخاش راح يجوا بزاف بنان. اللي يحب ديرهم ديرهم، ما يحبش ديرهم كل وحده حره في وراح زدت لهم قلت لكم 4 كاس تاع الزيت. نخلط المكونات تاعي مليح مليح. تقدروا تستعملوا الباتور، انا شوفوا عجزت نجبد الباتور، راني فري عيانه، تما درت كلش بيدي والحمد لله جا ما شاء الله. زدت هنايا 3 ملاعق كبار تاع مايزينا، ودرت كيس خميره كيميائيه. كاين اللي يقول لك يدير الخميره تفسد يعني لي صابلي، انا ما تفسدليش صابلي، يعني تجيني حبات قد قد. وزدت هنا طميتها بالفارينه. نطم العجينه ديالي مليح مليح، ويعني ما تكون يعني بزاف، يعني تكون طريه مليحه كيما راكم تشوفوا. بون هاد الكميه انايا خرجت لي 34 حبه وتكسرت لي حبه تما كاع 35 حبه. واللي حبت يعني تكون دوبلي الكونتيتي دوبلي، يعني دير 500 غرام ودوبلي كاع يتك لي زانغريديون. ايا من بعد حكمت يعني المول ديالي، يعني استعملوا نتوما اي مول يساعدكم. هاد المول ودرت الحبات تاوعي. والله شوفوا هادو ما بودر الخشخاش، جو روعة روعة روعة. ايا من بعد حنحطهم في سنيوة على 180 درجة. وشنو نشوفوا الصابلي ما لازمش طيبوه حتى وين يتحمر كاع يديك، يعني غير ياخد اللون الذهبي من تحت نحوه باش يقعد لكم طري ويجيكم بزاف بنين. شوفوا كيفاش قلت لكم يجي شباب، جو يجي المنظر تاعو من الفوق ابيض، يعني ماشي تخلوه حتى وين يتحمر بزاف. وكل وحده والرأي تاعها، تحب لي كاين اللي تحب تخليه بزاف. هاليك شوفوا درت اللي قلت لكم لا ليفيغ وخرجت لي حبه فوق حبه، تما ماشي معناتها نروحو دوكا الكريمه. هاد الكريمه بنينه. درت كاس تاع عصير الليمون، بون ماشي كاس كومبلي، زدتلو شويه تاع الماء، وزدت 3 ملاعق تاع سكر، وزوج ملاعق تاع مايزينا. هنايا في هذه الوصفه ماناش حنستعمل البيض باش الكريمه تاعي يعني تطول في المده اطول، يعني تقعد بزاف. بعد ما درتهم عقدوا زدت ملعقه تاع زبده. شوفوا هو لا كولور تاعها راهي بيضاء، راح نزيد لها هدايا لاغوم تاع الليمون. يجي يروح النكهه بزاف مليحه باش يعطينا اللون الاصفر لانه ما درتش البيض. من بعد حطيتها يعني غطيتها مليح وخليتها في الفريشيدار تبرد. من بعد هنا عندي زبده اوبلين، درت 200 غرام، والله يبارك قعدت لي يعني. زدت ملعقه تاع سكر ناعم وزوج ملاعق تاع بودره شونتيي. رايحه نطلعها مليح مليح هاد الزبده. وانتم تقدروا تستعملوا يعني زبده اخرى، ولكن هذه زبده اوبلين راح تجي خير من يعني العاديه. من بعد هذاك يعني كريمه الليمون اللي درتها، كي بعد ما بردت لي راح نبدا نضيفها غير بشويه لهذه زبده تاع كريمه الزبده، غير بشويه غير بشويه حتى وين تدخل لي قاع يديك هذيك الليمون داخل ديك الزبده. وصدقوني ما راح تجيش قاع يديك يعني الكو تاع الزبده، راح تجي واحد النكهه بزاف بنينه والله العظيم صدقوني. انا هاد الكاطو كنت نديرو في الليل، درتو على 2 تاع الصباح.
قبل ما يدن خويا قال لي عطيني ندوق حبة، عطيتلو يدوق قال لي واو. المهم بون أنا ما كانش عندي داك الآخر، فكرت روحي درت ساشي ويلا. المهم كل وحدة تفكر واش دير عندها. أيا وفي الوسط رحت نديرلهم سوبر كريم تاع القارص. فوالا كيما راكم تشوفوا، وكملت يعني غلقوهم مليح، ويعني في ليكوتي كاع نحو هذوك الزوائد. وشنو باش قبل ما تكلاصيهم ديروهم قبل في الثلاجة حتى يتكونجلا هذيك لاكريم الدخلانية، باسكو لو كان ديروهم ديراكت راح يتعوجوا لكم الشكل. شوفوا لاكريم لا قعدت لي شويه بصح يقول لك زياده خير من نقصان. بون حطيتهم انايا في كونجيلاتور واحد يعني نص ساعه، يعني حتى ونجمد لي هذاك الدخلاني هذيك لاكريم كاعيتيك باش نقدر نكلاصيهم، باسكو هكاك باش يحفظوا لي على الشكل هذا ما كان. بالنسبة للشوكولا أنا ذوبت شوكولا. تحبوا تستعملوا الوجدان ولا دادا كيف كيف، ودرت ملون هذا غذائي أصفر، لونه أصفر، يعني هذا خاص بالشوكولاتة. ونبدا نزيد غير بشوية باش لا كولور اللي راني حبتها نستعملها. بالنسبة للشوكولاتة أنا ذوبتها في حمام مائي، وكاين اللي يديروها في الميكرووند، يديرها أنا في الميكرووند نطول نقعد كل أشاك 30 ثانية نقعد. هيا درتها في في الحمام مائي بسرعة. أيا واش حنزيد نضيف لها، نزيد نضيف لها 3 ملاعق تاع الزيت. فوالا ونكمل الخفق ديالي، نخليها شوية برك ونبدا نكلاصي فيها، باسكو هكا راهي سخونة وكي نحطها مع الاخر يعني راح تذوب لي هذيك الكريمة. فوالا هذا هو اللون اللي راني حباته. أيا من بعد بديت نكلاصي فيهم. انا شوفوا كلش نحب الحبه تكون فينيا، ما باليش علاه جوغ المنظر ديالها يجي شباب شوفوا هنا معليا كنت ندير بالفرشيطه. ايا من بعدك بالموس احسن، ما ديروش كيما انا. ايا من بعد جبت الموس وبديت ندير بالحبه. فوالا كيما كنتو تشوفوا. ونكمل الحبات كاع دياولي نخليهم مليح يجمدوا. ومن بعد نحيت كاع دوك الزوائد اللي كانوا من تحت وكامل باش الحبه تكون مدحوفه وشابه. شوفوا الحبه قلت لكم كي تخلوها في كونجيلاتور يعني ما يخرجوا لكمش يعني لي ديفو، يعني ميم لو كان يخرجوا حنا نقدروا يعني نسووهم. فوالا انا شوفوا التزيين كنت حابه ندير بزاف عفايس في راسي، من بعد ما قلت شوفوا مكاش عفسه مكاش كيما عفسه تكون يعني سامبل وتكون شابه. فوالا هالي كي درتها بالموس. وكانوا عندي بزاف وصفات في راسي، بصح راكو تعرفوا يعني الواحد يدير واش يحب ياكل ماشي برك غير. فوالا شوفوا واش درت ورد الشوش لي كوتي وورق الذهبي، يعني جات شابه حطيتها في لي كيسات، يعني تو سكي هي سامبل اي بو كيما يقولوا. فوالا اذا هام لك الحبات دياولي والها خرجوا ما شاء الله، حبه قد حبه يعني هي ما شاء الله. يعني يحمروا العين ويعني في المنظر تاعهم باك تشوفوهم.
وانتم تحبوا شوفوا التزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يدير. كاين يحب يدير شوكولا بيضاء، كاين اللي يحب يدير شوكولا سوداء يديرها في لي كوتي هكا زيكزاك من لي كوتي، يعني كل واحد حر. كاين مام هادوك الورد لام يتباعوا تاع الليمون ولا كشعفسه، يعني تحطوهم كل واحد والتزيين ديالو. انا فضلت ندير هذا سامبل، عفسه سامبل، وصدقوني خرج ما شاء الله، يعني خفيف بنين. ما نقدرش نقول لكم انا، شوفوا كان يدن يعني 4 تاع الصباح دقت وخويا داقو الله يبارك. وهاد الوصفه كنت درتها ديجا، برك ما حطيتهاش في اليوتيوب. اللي عجبته الوصفه ما ينساش يدير لي ابوني وجيم، واللي راه جديد معنا مرحبا به. وراني نحط وصفاتي كلها في صفحتي كوكي ماناسان، نفس يعني نفس الفيسبوك، وما راني نحط وصفات كذلك في التيك توك. ومع السلامة في وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة. تهلاو في رواحتكم.